بيبدأ فيلمنا في سنة 1304 وبالتحديد في اسكتلندا، وفي الوقت ده كان ملك اسكتلندا توفى، وده اللي تسبب في نزاع كبير بين كل النبلاء على مين هيكون ملك اسكتلندا الجديد، وكل واحد منهم شايف نفسه هو اللي أحق بالعرش. عشان كده قرروا انهم يطلبوا من ملك انجلترا واللي اسمه الملك ادوارد في انه يختار واحد من النبلاء دول يكون ملك اسكتلندا المستقبلي. لكن الملك ادوارد بيريحهم ويقول لهم طب والله ما حد واخد المملكة دي غيري، وبيستولى على اسكتلندا. فبيقرر النبلاء انهم يشنوا حرب على ملك انجلترا، لكن للاسف ملك انجلترا قدر يكسب الحرب دي، وما بقاش في حل للنبلاء اللي فضلوا عايشين دول غير انهم يقدموا فروض الولاء والطاعه للملك ادوارد، وفي مقابل ده كل واحد منهم هيقدر يسترد الاراضي بتاعته، لكن كل واحد منهم كان ملزم انه يدفع له ضريبه والا هيتم اعتباره خاين، والخيانه عقوبتها الموت. في الوقت ده بنشوف اتنين من اللوردات، واحد اسمه جون كومين والتاني اسمه روبرت بروس، والاتنين دول بيكونوا لوردات لاكبر عيلتين في اسكتلندا، وملك اسكتلندا الجديد ما كانش هيخرج من واحد منهم، لكن ملك انجلترا بيقول لهم انه هيعتمد عليهم في انهم يحفظوا السلام في اسكتلندا، وبالفعل بيتم الصلح، لكن الكره كان باين على وشوشهم. وبعدها بيظهر واحد اسمه جيمس دوجلاس، واللي كان بيطلب من الملك انه يسترد اراضيه زيه زي باقي الناس التانية يعني، لكن الملك ادوارد قال له ان والده كان خاين، والاراضي دي بقت ملك للورد انجليزي اسمه ريتشارد، وبيقول له انه مش عايز يسمع اسم دوجلاس ده مرة تانية ولا عايز يشوف وشه مرة تانية. بعدها بنشوف الملك وهو بيرمي قذيفة نارية على قلعة موجودة بالقرب من معسكره، وبيقول انه بعد تدمير القلعة دي هيعفو عن صاحبها، وبيقول لروبرت انه فخور بيه لانه كان شجاع انه يواجهه، وكان حكيم جدا انه يخضع ليه للنهاية. وبالليل بنشوف وليمة كبيرة الملك ادوارد عاملها، وبيعلن فيها انه هيجوز بنت واحد من لوردات الشمال واللي اسمها اليزابيث للورد روبرت. وبعدها بيتكلم روبرت مع والده وهم راجعين لارضهم، وبيقول له ان احنا بقينا مجرد خدم، لكن والده بيقول له انه موافق انه يبقى خدام لملك انجلترا في سبيل انه يخليه ملك لاسكتلندا. بعدها بنشوف روبرت مع بنته، وبنعرف انه كان متجوز لكن مراته ماتت وسابت له بنت وحيده اسمها ماري، وبيستقبل روبرت عروسته الجديده اليزابيث، وبتبدا مراسم زفافهم. وبعدها بفتره بنشوف مجموعه من الجنود بيدخلوا ارض روبرت وبياخدوا عدد من الشباب للتجنيد، وكان من ضمنهم طفل عنده 14 سنه، ولما والدته رفضت تسلمه ليهم كانوا هيقتلوها لولا تدخل اليزابيث اللي عرفتهم انها تبقى بنت قائد من قاده الجيش الانجليزي، وامرتهم انهم يسيبوا الولد، وبالفعل بيسيبوه لكن بياخدوا الباقي. فبيشكرها روبرت على اللي عملته ده وبيوصفها بانها شجاعه. وبعدها بفترة بنشوف روبرت وهو في المدينة، لكنه بيتصدم لما بيلاقي الناس بدأت تثور ضد انجلترا، وده بسبب قتلهم لزعيم الثورة واللي اسمه والاس. ودول بس ما اكتفوش بقتله، لا ده كمان عرضوا جزء من جثته في قلب المدينة عشان يبقى عبرة لكل الناس. بعدها بنشوف روبرت وهو بيجتمع باخواته وبيقول لهم ان الشعب هيبدأ يثور بعد موت والاس، وبيقول لهم انه هيتمرد على الملك ادوارد، وبنعرف انه بقى كبير عيلة بروس بعد موت والده، لكنه بيقول لهم انه مش هيقدر يعمل حاجة زي دي بدون مساعدة اخواته وباقي لوردات المملكة، حتى اللورد جون كومن عدو اللدود. لكن الصدمة اننا بنشوف اليزابيث وهي بتتصنت عليهم، وبعدها بتروح له وبتعترف انها كانت بتسمعهم، وبتقول له انها مراته وانه كان لازم يعرفها وانها هتفضل معاه طول طريقه مهما كان طريقه ده نهايته ايه. وبيروح روبرت عشان يقابل اللورد جون كومن عشان يتحالف معاه، لكن جون بيقول له انهم عملوا تمرد قبل كده والتمرد ده كلفهم موت ناس كتير وما جابش اي نتيجة في النهاية. فبيقول له روبرت المرة دي هننجح لو اتحدنا مع بعض، لكن بيصدمه جون وبيقول له انه هيعرف الملك ادوارد بخطة التمرد دي عشان يبقى هو القريب ليه وعشان يخليه حاكم لاسكتلندا. ومرة واحدة ولما بيعرف الملك باللي روبرت عمله ده بيتجنن جدا، وبيبدأ يتكلم عن قتل روبرت قبل ما التمرد يكبر. فبيظهر ابن الملك وبيطلب منه انه هو اللي يقتل روبرت، فبيوافق الملك ادوارد انه يثق فيه وبيأمر رجالته انهم يعلنوا ان روبرت متمرد. وبنشوف روبرت وهو مجتمع مع كل لوردات اسكتلندا، لكن اغلبهم مش بيوافقوا على التمرد ده وبيخافوا من الملك ادوارد، وعدد قليل منهم بس هو اللي وافق يبقى معاه. وبيبدا يتحرك روبرت بالجيش بتاعه، لكن وهم ماشيين بيعترض طريقهم شخص، والشخص ده يبقى جيمس دوجلاس اللي ملك انجلترا رفض يرجع له اراضيه، وبيقول لروبرت انه هيحارب معاه في مقابل انه لما يبقى ملك لاسكتلندا يرجع له اراضيه اللي ادوارد خدها. وبعدها بيتم تتويج روبرت كملك لاسكتلندا، واللي بيخطب فيهم بحماس وبيقول لهم ان الايام اللي جايه كلها هتكون حروب ضد ظلم انجلترا، وان عصر السلام المزيف انتهى. بعدها بنشوف روبرت وهو بيحاول يقنع واحد من اهم لوردات اسكتلندا واللي اسمه فاليس، لكن هو كان بيدعم الملك ادوارد، فبيحاول يقنعه للمره الاخيره انه ينضم ليهم،
وانه يبقى خادم للملك اللي الشعب اختاره، لكن اللورد فاليس بيرفض وبيقول له انه هيحاربه. فبيصدمه روبرت وبيقول له احنا ممكن ننهي النزاع ده بقتال 1 ضد 1. فبيوافق اللورد فالينس انه يواجهه، لكن بيقول له ان المواجهه دي لازم تكون تاني يوم عشان النهارده الحد وما ينفعش يقاتلوا بعض في يوم مقدس بالنسبه لهم. لكن الصدمه اننا بنشوف روبرت بيتعرض للهجوم في معسكره بالليل، وبيفهم روبرت ان اللورد فاليس كان بيضحك عليه، وانه لما وافق على المبارزه دي كان كل غرضه منها انه يخليهم موجودين في المعسكر عشان ينفذ الهجوم ده. وبتبدا معركه كبيره قوي في معسكر روبرت، والنار بتاكل في كل مكان، وبيقدر روبرت يهرب بنته ومراته وبيبعتهم لقلعه موجوده بعيد عن المعسكر، والقلعه دي بتكون بتاعه ابو مراته الاولى. ورجع روبرت مره تانية عشان يساعد رجالته، وفعلا قدر يقتل عدد كبير من الجنود. وكمان بنشوف جيمس دوجلاس وهو كمان بيساعدهم وبيقتل عدد من الجنود. وبرغم ان جيش روبرت كان بيحارب بقوه وشجاعه وببساله، الا ان عدد جنود فاليس كان اكتر وقدروا يخلصوا من معظمهم. وبالعافيه رجاله روبرت قدروا يقنعوه انه يهرب، وقدر يهرب هو ومجموعه قليله من الجنود. بعدها بنشوف اليزابيث وماري لما وصلوا لقلعه ابو مرات روبرت الاولى، واللي رحب بيهم جدا وكانوا هناك في امان وبعيد عن الحرب. لكن الامان ده مش بيدوم، لان واحد من المستطلعين بتوع اللورد فاليس عرف ان مرات روبرت وبنته موجودين وراح بلغ اللورد فاليس. وفي الوقت ده كان الامير نفسه موجود، وبيقرر انه يروح عشان يقبض على اليزابيث ويضغط بيها على روبرت ويخليه يسلم نفسه. وفعلا بيقدر الامير انه يقبض على مرات روبرت وبنته، وبيقرر انه يعدم اخو روبرت قدام مراته وعياله، وبيقتل ابو مرات روبرت الاولى. وبعدها بيعرف روبرت اللي حصل لاخوه، وبيعرف كمان ان اليزابيث وماري بنته محبوسين عند الملك. فبيتجنن روبرت وبيقرر انه ينتقم من الملك ادوارد وابنه. وبعدها بفتره بنشوف راجل عجوز داخل قلعه مستولي عليها جيش انجلترا، وكان معاه عربيه محمله خشب عشان يستخدموا الجنود كحطب. لكن المفاجاه ان روبرت بيخرج من العربيه دي هو وجيمس وواحد تالت، وبيقدروا يتسللوا وبيقتلوا عدد من الجنود، وبيدخلوا باقي رجالتهم من البوابه بعد ما قتلوا كل الحراس. وبعدها قرر روبرت انه يحرق القلعه كلها عشان كده الانجليز هيعرفوا وهيجوا. وبنعرف ان خطه روبرت هي انهم يحرقوا كل القلاع اللي انجلترا مسيطره عليها، وفعلا بيستمروا على الحال ده، وبنشوفهم وهم بيقتلوا في جنود انجلترا وبيحرقوا اراضيهم. وقدر جيمس دوجلاس انه يسترد ارضه وينتقم. لكنه حرق القلعة وهرب بشكل مؤقت. ولما بيعرف الملك ادوارد ان روبرت وجيمس هما اللي عملوا كده بيغضب جدا، خصوصا ان اللي بيحصل ده بيخلي روبرت عدد اعوانه يزيد، وده ممكن يساعده في التمرد. بس الملك بيستغرب جدا ازاي قدروا ب40 جندي بس يحتلوا كل القلاع دي. لكنه بياخد جيشه وبيقرر انه يتحرك عشان يقتل روبرت، لكن وهو في طريقه بيتعب جدا وما بيقدرش يكمل. وبيتكلم مع ابنه في الخيمة وبيعرفه انه خلاص بيموت، وبيوصيه انه يقتل روبرت عشان يسيطر على المملكة. فبيقول له ابنه انه بيوعده انه هيكون اعظم ملك في تاريخ انجلترا، وانه هيهزم روبرت شر هزيمة. وجه اليوم الحاسم، لحظة الحرب. وبيلقي روبرت خطبته الأخيرة وبيقول لجنوده إن دي لحظة الحسم، وإنهم لازم يقضوا على الظلام بشكل نهائي ويرجعوا أرضهم وحقهم. وفي الوقت ده بيبدأ هجوم إنجلترا المنظم، ولكن كان جيش اسكتلندا محضر فخ وقدر يوقعهم فيه. والفخ ده كان عبارة عن عدد من الخنادق اللي ما بتقدرش الأحصنة تعديها، وقدروا يقتلوا كل الجنود اللي كانوا في الصف الأول. والرومان ضربوا بالأسهم بتاعتهم وقتلوا عدد كبير من جنود إنجلترا. لكن في مجموعة من جنود إنجلترا قدروا يعدوا من الخنادق دي وبدأوا يحاربوا في جنود اسكتلندا. وكان جيمس دوجلاس بيحارب بمنتهى الحماس والعنف، وقتل عدد كبير من الجنود في الوقت اللي كان الملك فيه هيتجنن، لأنه شايف بلده بتخسر برغم إن عدد جنوده أكبر. فبيقرر فاليس انه ينسحب هو ورجالته في اللحظه دي، وبيصرخ رجاله روبرت صرخه النصر. لكن فجاه الملك الجديد بيظهر قدام روبرت وبيطلب منه انه يواجهه 1 ضد 1. فبيوافق روبرت وبيبدا القتال ما بينهم. وبيقدر الملك الجديد انه يضرب روبرت بقوه، لكن بيرد عليه روبرت وبيضربه اكتر من مره وبيوقعه على الارض، وما بيرضاش يقتله وبيسيبه يمشي. وبكده يكون انتصر روبرت في حربه اخيرا، وقدر انه يحرر اسكتلندا من ظلم الانجليز وخلى شعبه يعيش في سلام حقيقي. وبينتهي الفيلم. لو عجبك الملخص ما تنساش تقول لنا مين اكتر شخصية عجبتك في الفيلم ده، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك افلام جديدة. شكرا.